بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده النهاردة هنعمل مع بعض لوبيا. اللوبيا سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي حاجة، بس خلي بالك عشان اللوبيا نوعين، نوع بلدي ونوع مستورد. بصوا دي المستوردة دي يا دوب بس يعني ما كملتش ربع ساعة. بصوا عاملة ازاي. انا ما بسلقش المستورده دي، انما البلدي ممكن اخدها غلوه. بصي شكلها عامل ازاي وفتحت وحالتها بقت زي الفل، ازاي بتنجز معاكي في عمايل الاكل. تمام، انا كده يعني نقعتها بقولك ما جابتش ربع ساعه، وعملت بقى الصلصه بتاعتها زي ما احنا بنعمل الصلصه لاي طبيخ. بقلي البصلايه بتاخد درجه كده فاتحه، وبعدين بروح حاطه معاها فص الثوم برضو بيتقلوا سوا. واشتغلي بالثوم في الشتاء، خفيه في الصيف لان روحه ضيقه. تمام، بعد ما تقلوا البصل والثوم مع بعض نزلت بالطماطم. تعالي بقى اوريكي شكل الصلصه، لان هي سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي وقت خالص. بصوا حبايبي، دي الصلصه. بصوا لونها جميل ازاي، وهي يعني ايه، خلاص قربت بقى، هي ابتدت تنطر السمنه بتاعتها على الوش. يعني خلاص هي بتتسبك عشان ان شاء الله تبقى زي الفل. تمام، انا طبعا سلقت الفراخ، انا مش عايزه اطول الفيديو عليكم لان الحاجات دي احنا عملناها مع بعض قبل كده. سلقت معاكم الفراخ وظبطت الدنيا، وطبعا فراخ ولوبيا يعني رز. فخلينا في اللوبيا، هي يعني اساس الفيديو النهارده. كده التسبيكه اتسبكت. بصي فيها نسبه سوائل شويه، يا دوب تسوي بقى حبه اللوبيا، وما تكتريش منها لان البقوليات دي بتزيد. فيها من ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا عامله ربع كيلو، فانتي على حسب برضو عدد الاشخاص اللي في البيت اعملي على القد. واللوبيا والفاصوليا البيضاء بتحب الصلصه كتير. خلي بالك في الوقت ده بقى هنحط معلقه سكر، وهنحط الملح، وهنحط الفلفل، ونغطي عليها وتسيبيها. لو لوبيا بلدي ما تنسيش تسلقيها الاول، عشان لو عملتيها بالطريقه دي هتبقى معاكي نيه، وما تقعديش تغلي فيها كتير عشان ما تنزلش الماده النشويه اللي جواها وتخلي لك الطماطم الحمراء دي تبيض. تمام، يا رب تكون المعلومه وصلت، وكملوا معايا الفيديو لحد اللوبيا ما تستوي، وان شاء الله بقى حبايبي زي ما انتم شايفين. بصوا كل السوائل اللي في قلب الصلصه اتبخرت، وخلاص كده اللوبيا اتظبطت واستوت وما شاء الله عليها. نزودها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تزوديها ميه، ممكن تزوديها شوربه، وممكن تزوديها نص ميه ونص شوربه، يعني براحتك مفيش اي مشكله. وبعد ما تزوديها تاخد غلوه وكده خلاص الدنيا تمام بالنسبه لها. ما شاء الله يا حبايبي، اللهم صل على النبي. انا كده خلصت وظبطت اللوبيا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله عليها. طماطمها مظبوطه وحدقها مظبوط والدنيا تمام. يا رب يكون استفدتوا، وشوربتنا رايقه جميله اهي زي ما انا بعملها معاكم كل مره. واتمنى يكون الفيديو يكون خفيف عليكم. ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو وتحطوا اللايك وتدعوا لي دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.